السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب نقول مره كمان، الناس اللي جت امريكا اوريدي وعايشه فيها بقى لها 20 سنه و30 سنه، والناس اللي هي خلاص اوريدي بسم الله ما شاء الله عندها يعني البيزنس بتاعها، والمصريين اللي بسم الله ما شاء الله كلهم وصلوا لحاجات ممكن ما تخليهم ما يشوفوش الفيديو ده اصلا. يعني اللي عنده شركه، واللي عنده اجنس عربيات كبير، واللي عنده مطعم، واللي عنده شركات وحاجات كتيره جدا. انا حابب اقول لكم يا جماعه، ادوا فرصه للمصريين. في الناس اللي عندهم شركات بتوعه الهندسه كتير جدا، وهم عارفين الناس من بره جايين مهندسين وشطار جدا، لكن بسبب ان هم مثلا معهمش مش واخدين الامتحان بتاع الاف اي مثلا، فمش عارفين يشغلوهم. لا، في ناس بتشغلهم والله وبيدوهم الفرصه لحد ما يعملوا الامتحان وينجحوا ويبقى عندهم اكسبيرينس. بيتعبوهم شويه، ممكن ينزلوا فلوسهم شويه عشان مش معاهم ال زي ما تقولوا ايه الامتحان ده او الاكزام ده، مش سيرتيفايد من الدوله بالاكزام ده اللي هو يخليهم يشتغلوا، فبيشغلوهم شويه ارخص. الناس دي كلها يا جماعه انا بحاول اقول لكم حاجه مهمه جدا. في ناس لسه جايه البلد، وفي ناس بتيجي كل يوم، وفي ناس موجوده هنا مصريين كتير جدا لسه مش عارفين يوصلوا لحاجه، وفي ناس بيتعبوا جدا نفسهم يعملوا فلوس ومش قادرين يدوا المجهود بالقدر الامكان للفلوس اللي ترجع لهم. فانا شايف يا جماعه ان احنا عايزين نعمل كوميونتي كبير جدا. الكوميونتي ده هو اللي بيتحكم في طريقه العرب في المعيشه في امريكا. في ناس وصلت، وفي ناس ما شاء الله عامله فلوس كتير جدا. الناس دي بتشغل ناس مش مصريين. يا جماعه على قد ما تقدروا حاولوا تشوفوا مصريين المحترمين وتشغلوهم، زي اي حته في العالم كله، زي اي دوله في العالم كله، في الحلو وفي الوحش. مفيش حاجه، مش عايزك تاخد فكره ان المصريين كلهم وحشين، بلاش. انا بحاول على قد ما اقدر ان احنا نعمل الكوميونتي دي. اوريدي بسم الله ما شاء الله الجروب عليه اكتر من 150 واحد، دول اللي في امريكا اوريدي. الجروب التاني بسم الله ما شاء الله يعني خلاص، يعني عدد الحمد لله كبير جدا جدا، ومش جروب واحد كذا واحد. فاحنا الحمد لله عملنا كوميونتي، وناس جت هنا، والناس كلها تعرف بعض، وبحاول اعرف الناس على بعض، وبحاول ان انا اكبر، مش بس ان احنا يبقى عندنا جروب وناس بتسال وناس بتستشير وكلام من ده وبس. لا، انا باصص لحته تانية خالص، باصص ان احنا نكبر العرب كلهم، الناس كلها تتحد زي كل الدول، زي كل الناس اللي معروفه هنا، زي اليهود والصينيين والمكسيكان، اللي مفيش حاجه بتطلع لهم غير ليهم. يعني المطاعم بتاعتهم هم اللي بياكلوا فيها، المشروبات بتروح لهم، اللي هو هول سيل برودكتس بتاعتهم منهم فيهم حاجات كثيره جدا. فانا مش عايز اللي هو احنا كعرب او مصريين، او اللغه اللي انت بتتكلم اللي انا بتكلم بيها دي، لو انت فاهمها تعرف على طول ان انا بتكلم عليك. احنا كعرب عايزين نعمل الكوميونتي دي، لو مش عارفين نعملهم بره وعلى الخريطه زي ما احنا جنب بعض على الخريطه، نعملها على الاقل واحنا في امريكا هنا بين الولايات وفي الولايات، ونكبر نفسنا ونعمل نفسنا كل حاجه. تخيل معايا كده لو الجروب ده مثلا عليه 3000 واحد ولا حاجه، واي واحد من دول فتح بيزنس، وكل دول راحوا ان هم يهنوه، ولا بيعملوا شير، ولا بيتكلموا معاه، ولا كل واحد بخبرته بينقل له الخبره بتاعته من ناحيه اذا كانت ماركتنج ولا من ناحيه اذا كانت ايه. حاجات كتيره جدا 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 مهمه ان الناس تعرفها، مش بس تبص للحته البسيطه الصغيره دي، لا، في حاجات كتيره جدا اهم من كده بكتير ممكن تنجحنا كلنا ان شاء الله. تخيل 3000 واحد او كوميونتي هنا ناجح اوريدي، واحد بيهتم جدا بموضوع الماركتنج ويفهم فيه، واحد بيهتم جدا بموضوع البيزنس استراتيجي والبلان والكلام ده كله، وواحد هيبص كلام كتيره جدا. اي واحد هيفيد اي حد هيفيده علشان هو عايز يفيده وعايز ينجحه، ومش بس ينجحه، ده الناس كلها هتدعمه، والناس كلها هتبوشهم، وحاجات كتيره جدا. تخيل كده لو انت معانا على الجروب وواحد فتح مطعم ولا فتح حاجه وبيحاول ان هو يكبرها، او في حاجه مش فاهمها، مش مضطر ان هو يروح لواحد يدفع له فلوس، لا، كل الناس عندها خبرات، كل واحد في مجاله هيفيده، وده هيفيد ده وده هيفيد ده. عمر ما واحد مش هيلاقي شغل في الجروب ده، ولا حاجات كتيره جدا يا جماعه. فمعلش يا ريت تفهموا الكلام ده ونستوعبه. انا عارف ان الفيديو اللي قبل ده كان نفس الموضوع، ولكن لان انا عارف ان الفيديو ما جابش الفيوز المهمه دي. يا جماعه بعد اذنكم اعملوا شير للناس اللي عايشه في امريكا، وعرفوا الناس اللي جايه، وعرفوا الناس اللي لسه جت من قريب الجروب. يا جماعه عشان تخش على انستجرام تعمل سبسكرايب، اي حد في امريكا هيعرف ان $5 دي ولا حاجه، والله العظيم 3 دي اقل حاجه انستجرام بيقدمها. انا بحاول اعمل كوميونتي محترم، ففكر معايا كده، $5 في الشهر مش حاجه، ولا كانك جبت كيس شيبسي ومع كان بيبسي مثلا في الشهر كله، ولا حاجه. اي حد عارف ده كويس، ولا حتى ربع فلوس اكله يعني لو انت بتاكل عادي يعني. وبالنسبه حتى مرتبك ولا حاجه، حرفيا شيلين جنيه وضاع منك يعني. عايزين نعمل كوميونتي محترم. خش على الانستجرام سبسكرايب، خش على الجروب ان شاء الله. لو انت في اليو اس اي، عشان تخش على الجروب بتاع اليو اس اي اكتب لي
يعني اكتب لي بس في رساله يو اس اي، وانا هشوف كده الرساله بتاعتك، عشان انت بتتحط في الكاتيجوري بتاع سبسكرايبرز، فالناس بتخش بتشوفها. لو لقيتك في اليو اس اي هيدخلوك على الجروب بتاع اليو اس اي، ولو عايز تخش على التو جروبس بال$5 مفيش اي مشاكل خالص. الناس كلها اصلا على التو جروبس، بس انا عايز اكبر الكوميونتي بتاعت الناس اللي هنا، حاجات اهم بكتير واسئله اهم بكتير وحاجات اهم بكتير وفكر تاني خالص. بسم الله ما شاء الله. يعني انا اوريدي في ناس كتيره جدا كلمتني في الموضوع ده وعايزه تخش جروب، وناس بسم الله ما شاء الله، ناس صحاب جامعات، ناس صحاب بيزنس كبير جدا، وكلهم عرب، فالناس حابه تشارك في الموضوع ده. فان شاء الله اشوفكم كلكم في الجروب باذن الله. ما تستخسرش لو انت قاعد في امريكا، الموضوع ده كبير جدا، ولو تم ان شاء الله مش هندخل حد بعد كده. يعني لو الجروب بعد كده ان شاء الله كبر جدا وربنا كرمنا والكوميونتي بقت قويه جدا، مش هنقدر ان احنا ندخل ناس تانية، لان الناس دي كلها بتساعد بعض، الناس كلها محترمه، لحد بحاول على قد ما اقدر ان انا اكونترول، ان انا اسيطر عليه. فربنا يسهل ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب تكون استفدت من المعلومه اللي انا عايز اوصلها، وقدرت تفهم انا عايز اوصل لك ايه. فنعمل شير، عشان الناس غالبا بتوع البيزنس مش بيبقى عندهم وقت يشوفوه، فغصب عنهم عيالهم او عيالهم او صحابهم او اي حد يقول لهم وتفضلوا يخشوا معانا على الجروب. فرص كتيره جدا، هتلاقي حاجات كتيره جدا، معرفه كبيره جدا، عشان نسهل على نفسنا كل حاجه ان شاء الله. فربنا يكرمنا جميعا باذن الله، واشوفكم دايما كلكم في احسن مكان واعلى مكان يا رب، وربنا ييسر لكم اموركم كلكم، وما تحتاجوش لاي حد ابدا، واي حد محتاج اي حاجه باذن الله نقدر ان احنا نحققها له على قد ما نقدر، وربنا يدينا من امكانيه نعملها ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله. وعندك اي سؤال في اي كومنت خش شوفها في الفيديوهات اللي فاتت، غالبا هتلاقي الاجابه بتاعتها، ولو ما لقيتش الاجابه بتاعتها اكتبها في الكومنت في الفيديو ده ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد يا جماعه، ويا رب تكونوا استفدتم ووصل لكم معلومه. السلام عليكم.